ذات الطرف صاحبة اكبر طرف في العالم. الا بغات غير تدخل الدوش مشكله وبزز باش كتقدر تسد الباب، حيت حرفيا اللحم كيلصق على الزاج بكساس ما هي كبيره. والده 4 وفي كل ولده كتزاد فيها 25 كيلو. الا بغات غير تدخل لشي بلاصه كيخصها تدخل جنيبي وتمشى بحال البطريق. اما الا بغات تجلس كيخصها بايص حتى كرسي ما كيقد على جنابها. راجلها كياكل حوايج عليها واكثر حاجه كتعجبو فيها هي اللحمه معلم. وفاش سولوه واش ما كتلقاش مشكله باش تنعس معاها، قال لهم عندي دبلوم ميكانيسيان وكنعرف نتعامل مع الماتيريال الكبير. المثال الحي ديال الراجل فاش كيبغيك ما كتجي لا بفورما لا بسحور، حيت السيد كل ما زاد اللحم كل ما زاد الحب ديالو لمراتو. ولكن اجي بعدا واش هذا غلط ولا مرض؟ حيت كاين بزاف ديال العيالات اللي فاش كيولدوا كيوقع عليهم هذا المشكل، بحال هاد السيده اللي ولدت 8 وكبروا لها الجناب حتى ما بقاوش السراول كيجيو قدها، وخاصه غير الا بغات تلبس باش تخرج ما هي وما لونها. بلا ما نطول عليكم، دير فالو للباج ولا سبسكرايب وفعل الجرس باش يوصلوك فيديوهات ديال الهربه. هذه سيدي كتعتبر مولات اكبر هونش في ميريكان والعالم، بحيث انه فاش عبروها لقاو عندها 251 سنتيمتر في الدوره. بزاف غيحسب ليه بلي هاد السيده غليظه داكشي علاش كتبان هكا، ولكن في الحقيقه هذاك راه مرض سميتو ليبيديما، واللي فيه الشحمه كتبدا تراكم تحت الجلد وبالضبط في الفخاذ ولا الموليات ولا لي هونش وبعض المرات حتى في الدراع. غتقول لي سهله تمشي تريني ودير ريجيم والمشكل تحل. للاسف هذا المرض ماشي غلط كيف ما قلت، وبالتالي ما كينفعوش مع هاد الحلول. والحل الوحيد باش تعالج من هاد الشيء هي الشفط بالاضافه لحوايج اخرين. تماما نفس الحاجه اللي دارت هاد السيده. وغير باش تعرفوا بلي هاد الشيء ما عندوش علاقه بالغلط، شوفوها غير شنو كتاكل وواخا هكاك مأدبه. غير هي هاد السيده والدت 8 تبارك الله، ولكن ما كانتش كتوقع انه مورا الولاده الاخرى غادي يوقع لها هاد الشيء. ولكن على الاقل هي بعدا قررت انها تخلص من العذاب اللي عايشه فيه، ومشات عند الطبيبه باش تحيد لها ديك الشحمه اللي قهراها. ايوا فاش هاد الحل هذا كيصدق، علاش حتى هادي ما ديرش الشفط وتهني راسها؟ اسيدي هي قال لك ربي بغاها هكاك مع هي متدينه، واصلا حتى راجلها اللي غنقولوا غيعقدها كيحمق على فورمتها وقابل عليها بحال هكاك، وديما مخرج هاد الساره وما كيحسش بالخجل من انه يوري الناس الحب ديالو ليها. المشكل الوحيد اللي عندهم هو انهم فين ما مشاو كيبدا بنادم يحنزز فيهم، وكاين اللي بلا حشمه بلا حياه كيهز التليفون ويبدا يصورها، حيت بنادم ما كيقدرش يصدق بلي داك الشيء عندها ديال الله. ومع ذلك هو ما بغاهاش تبقى ساده على راسها في الدار وتعقد ليه، وداك الشيء علاش ما كيخلي ما يدير ليها باش يعجبها راسها وتثق فيه. وفعلا علاقتهم ناجحه لواحد الدرجه اللي ما يمكنش تخيلها، حيت كيتعامل معها بحال شي بنيوته صغيره في عينيه، وما يقدرش يخسر لها خاطرها ولا يقلقها، حيت بكل بساطه هي الحب الطفولي ديالو. من نهار شافها في الليسي قال لصاحبو شي نهار غنتزوج بهذه البنت. صاحبو قال لي واش انت حمق صاحبي، شو ختنا قداش ما طيح على زنافرك، ولكن هاد الهضره دخلت ليه من ودن وخرجت من الاخرى. وداك الشيء علاش لحد الساعه كيبغيها وكيبدا يعنق فيها قدام ولادهم، ومع شخصيتها زوينه ولدات غير الكوميديين. ولادها كيضلوا يضحكوا معاها ويفوجوا عليها، ومرضيين لدرجه كيعاونوها في اي حاجه، حيت معاها هي ثقيله بزاف. الا بغات غير تطلع في الطوموبيل كيخصهم يجيبوا لها كرسي توقف عليه عاد باش تقدر تدخل وتسوق. الا بغات غير تطلع الناموسيه كتبقى تقاتل وتكركب والعذاب الاليم باش تجبد. وضربوا ليا غير على الناموسيه قداش باش تفهموا لاي درجه كتشد لها سباط. بالرغم من ان ميكال الحمد الله على هذا الشيء، الا انه كتعيش العذاب بسبب العرض ديالها. كل نهار تحدي جديد بالنسبه ليها، حيت الباب هو الاخر بزاف باش كتقدر تدوز منه. ولكن اصعب حاجه هي فاش كتبغي تمشي عند الكوافير، هو براسو كيوحل معاه وكيخصو يجلسها في كاع الكراسه ولا هذا الباياس، والمشكل انه بسبب الثقل ديالها ما قدرتش حتى تطلع فيه. ايوا سير قلب عاوتاني على فين تجلسها باش ما تخسرش ليها خاطرها. ميكال اكثر حاجه كتعصبها هي فاش بنادم كيبقى يقول لها حاولي تنقصي من الوزن، ولكن هي بالنسبه لها راه كتاكل عادي، وكتحاول انها دير الرياضه كل نهار بالجهد اللي سخا به الله مع بناتها. يعني راه كتحاول انها تبقى تتحرك باش ما تشدش الارض في مره، واخا تعرف غير تشطح وما تبقاش جالسه. ولكن غتهربوا ليا فاش بقات كتشوف بناتها كيلعبوا وبدات كتفكر علاش لا ما نلعبش حتى انا شويه. الله يا اختي غتلوحي لنا البنت فوق الطبقه ديال الاوزون. ميكال سيدي واخا هاد لاطاي كامله تبارك الرحمن، الا انه كيعجبها تهلا في راسها وتلبس مزيان. وداك الشيء علاش فاش جات تحتفل بعيد زواجها 12 قررت انه دير حفله وتلبس الكسوه ديال العرس باش تجدد الوعود ديالها لراجلها. ولكن فاش كتكون فيك 2 متر في الدوره راه كيخصك تمشي عند مول الخيمه يفصل لك ما تلبس، حيت راه بزز باش قدرت تلقى كسوه اللي تدخل ليها. غير هو بما انه فورمتها اصلا مخربقه واخا دخلت لها لقاو مشكل في الظهر، وفي الاخر قالت لها مولات المحل عرا اختي ما سيري راه تخسختينا، راه ما عندناش كساوي اللي بحالك. فهمت راسها وقالت لهم تهلاو، ولكن بالنسبه لهم راه ما خسروش شي كليان مهم، واصلا الخدمه معاها كدير غير تماره. وبهكذا كنكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساوش بحال ديما تخليو لي في التعاليق واش في نظركم واخا راجلها كيبغيها كان خاصها تمشي عند الطبيب تلقى شي حل، حيت هذاك راه الجسم ديالها، اولا ما حدا مرتاحه بالعذاب اللي كتعيش فيه فراه ما كاينش مشكل.